النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم شخصيات التاريخ الإسلامي، وواحد من أهم الخلفاء اللي مروا على التاريخ. الشخصية اللي فضلت رعب الغرب واستخدمها العرب بقصص ألف ليلة وليلة، هارون الرشيد. اتولد هارون في مدينة الري في إيران سنة 149 هجري 766 ميلادي، وكان أبوه هو الخليفة محمد المهدي، الخليفة الرابع للدولة العباسية، وأمه الخيزران بنت عطاء، وهو الابن الثاني بعد أخوه موسى الهادي. في طفولة هارون كان بيظهر عليه مظاهر الذكاء والفطنة والحكمة واطلاعه على العلوم ومعارفها، مما جعله مميز عند أبوه وأمه. وبعد ما كبر هارون وبقى عمره 15 سنة عينه المهدي في الجيش، واللي كان بيضم العديد من القادة الكبار وأمراء الدولة. وبعد ما أتم تدريبه خرج في أول حملة ليه في عام 163 هجري لمواجهة الروم، وحقق انتصارات وتوغل داخل الأراضي الرومانية إلى أن وصل لقلعة بيزنطية اسمها سيمالو، وحاصرها 30 يوم لحد ما حقق